جويل دايما فن كتير، وكيف بتعيش الشهرة وفي نفس الوقت كيف بتتعامل مع الحياة الخارجية؟ الشهرة لإلي بشوفها كشغلة، وأنا كإنسانة جوال الإنسانة كتير طبيعية، كتير يعني عم بحكي عن حالي، بعرف إنه عم بحكي عن حالي شيء أوقات غلط، بس إنه أنا I'm very down to earth، يعني بحب كون إنسانة أكثر من طبيعية، وبكره التصنع، بكره الكذب، بكره شوفة الحال، بس أنا ضد كل هالأشياء، وبحب ضلني مخليه اجري on the ground، بنقول انه بضلني grounded، يعني ايه ماني طاير عقلي بحالي، يعني انه اوكي انا اي نو انه بشغلي المهني لي 20 سنه على التلفزيون وما رح اوقف، وان شاء الله اصير ختياره ومجعده وضلني عم بقدم شيء حلو لجمهوري، ضل يكون عندي كونتنت يليق لإلهم. سو انا بحس انه الواحد بيتقيم اكثر شو في جواته، شو في بعقله، تصرفاته، عن شو بيقدر يقدم للمجتمع. جويل دايما بتختار يعني دايما لبس بيكون مناسب للمكان. حابين نعطي نصايح لكل الناس اللي بتحب الفاشن. اكيد انه تخيلوا اذا انا اجي هلا بفستان او مكعب عالي، جايه على اول شيء على مول، وجايه على السينما، اتس بريمير، بس اتس نوت لايك بريمير تبع هوليوود بريمير وير اتس بروبر ريد كاربت، فانا لازم اختار اللبس اللي بيليق بالمكان اللي انا رايحه له، واللبس هو حلو، الكاجوال حلو، البزنس اتاير حلو، فانا لما كمان اكون رايحه على المكتب لبسي بيختلف كليا عن لما اكون ظاهره مثلا بالليل مع زوجي، كل مناسبه لها لبسها. اوكي ثانك يو إلي، تشرفت بمعرفتك. ثانك يو.